السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد درس كمبيوتر نتورك. يعني إيه شبكة كمبيوتر؟ أولا لازم نعرف إن الانفورميشن بتاعتنا يعني المعلومات والاتصالات كلها دلوقتي بقت مهمة وبتتعامل بشكل ناجح جدا عن طريق الشبكات. آه، فهنتكلم هنا عن أول حاجة بالنسبة للكمبيوتر نت and الامبورتنس بتاعته أو الأهمية بتاعته أو تعريفه. it's a connection between two sets or more. بمعنى أنا ما ينفعش أعمل شبكة مع جهاز واحد فقط، لازم يكون معايا اتنين أو أكتر. يبقى التعريف لما يجيلك إن هو connection between sets or more، على طول أجري أقول ده تعريف الإيه؟ الكمبيوتر إيه؟ نتورك. أكمل بقية التعريف through إيه؟ من خلال إيه؟ a wire or wireless، يعني من خلال سلك أو عن طريق الوايرلس. زي كده حضراتكم ما إحنا مع بعض متصلين بالنت مع بعض عن طريق موبايلاتنا بدون سلك عن طريق الواي فاي. تمام؟ means to share the resources أو set and data. ودي طبعا مهمة جدا، يعني أنا بشير إيه؟ يا إما أجهزة يا إما بشير إيه؟ بيانات. تمام؟ بشير all resources يعني كل المصادر. ده التعريف بتاع الكمبيوتر نتورك، يا ريت نذاكره كويس قوي. طيب، ايه هي انواع الشبكات؟ هنيجي بعد كده هنتكلم عن انواع الشبكات. ده مبدئيا شكل الشبكه بيبقى فيه سويتش، وزي ما عندنا في معمل الكمبيوتر، والسويتش ده بيطلع منه اكتر من واير وبيبقى متصل بمعظم الأجهزة، وممكن كمان أكون مشيرة برينتر واحدة بواسطة النتورك ده أو بواسطة السويتش طبعا لكل الأجهزة بتاعتي. تمام. ايه هي بقى التايبس اوف نتورك؟ عندي نوعين مهمين جدا 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 وبيجوا مقارنه في الامتحان. عندك اول حاجه اللان، اللي هي اختصار لكلمه لوكال اريا نتورك، ما ننساش يا حبايبي، لوكال اريا نتورك. تمام. طيب ايه تعريف اللوكال دوت اللي هي اللان؟ تعرفها ان انا لما بكون عايزه اعمل اتصال ما بين النير بيلدينج او انسايد building، يعني داخل نفس المبنى. زي مثلا في المعمل عندي انا ممكن اعمل شبكة لان في المبنى اللي جنبي او العمارة اللي جنبي، يعني اعمل شبكة اللان دي او اعمل النتورك دهوت in a limited distance، تكون شبكة محدودة خاصة بايه؟ بالنير بيلدينج او بالانسايد بيلدينج اللي انا فيها. زي ما قايل هنا، ممكن اعملها في السكول، ممكن اعملها في السمول انستتيوشنز، يعني المؤسسات الصغيرة، في اليونيفرسيتي، في الجامعات، او ات هوم. حتى في البيت عندي لو في اكتر من جهاز ليا والاخويا والماما، اقدر اعمل ما بينهم شبكة لان عن طريق الاتصال بسويتش واحد داخل المكان ده. طيب ايه هي الوان؟ مهم جدا المقارنة ما بين اللان والوان زي ما اتفقنا. اختصار لكلمة wide area network. it used to connect a limited distance. لا طبعا، دي بنستخدمها علشان نتصل بالأجهزة اللي بيفصلها ايه؟ long distance. يبقى هنا long distance يبقى مسافات زي السيتيز. خلاص انا عايزه اتصل بمدينه تانية او بقاره تانية او بولايه تانية، يبقى في الحاله دي انا محتاجه للشبكه وان. وعلى فكره عايزين نعرف سبيشال تايب من الكونكشن بتاع الوان، اللي هو النتورك اللي احنا بنشتغل عليه، الانترنت العادي اللي احنا بنتصل بيه كل يوم. فالجمله دي بتيجي في الامتحان: the internet is considered a special type of wide area networks او of WAN. هتبقى العباره صحيحه. نخلي بالنا جدا من السؤال ده. خلاص، يبقى نوع خاص من انواع الانترنت، يعتبر نوع خاص من انواع الوايد اريا نتورك. انا وانتي كلنا لما بندفع لشركه فودافون او اتصالات او اي شركه بتوصلني بجوجل، او بتوصلني بان انا اتصل باي حد في اي مكان في العالم عن طريق سكايب، عن طريق ماسنجر، انا كده متصله عن طريق ايه؟ الوان. يبقى الانترنت بتاعنا هو نوع خاص من انواع الايه؟ الوايد اريا نتورك، يعني الوان. يا رب معانا اللان والوان وما نتلخبطش فيهم في الامتحان، وجايه اكيد في الكومباريزون. هنيجي بعد كده في الفايل شيرنج. يعني ايه الفايل شيرنج؟ يعني انا دلوقتي عملت النتورك ليه؟
علشان مثلا اشير فايل، اشير امتحان، اعمل مثلا ابعت مراجعة، ابعت ملخص. طيب يبقى معنى كده الفايل شيرنج هو تعريف او هو عبارة عن ايه؟ عملية the process of spreading a digitally stored information. يبقى عبارة عن process لنشر المعلومة او لنشر المعلومة الرقمية المخزنة. تمام. انا عملت فايل وليكن ريفيجن معينه لمادتنا مثلا الكمبيوتر، وعايزه ابعتها لك على الواتس او ابعتها لك على موقع المدرسه. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل شيرنج للفايل ده، بعمل شيرنج للانفورميشن اللي انا خزنتها. بس دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه رقميه، نشر رقميه. تمام. لان الكمبيوتر عندنا مبني على الارقام، فبنشر معلومه بشكل رقمي. طيب such as ايه؟ زي ايه؟ الدوكيومنتس، الالكترونيك بوكس، انا عايزه ابعت كتاب الكتروني. الكمبيوتر سوفت وير برضو عايزه ابعت للزملاء او لحبايبي برنامج معين، او ابعت اوديو فايل، او ابعت فيديو، او ابعت فوتوز and so on. تمام. كل ده اقدر اشيره عن طريق النت. طيب وايه كمان اقدر اشيره؟ برضو الديفايسز. خلاص، الديفايسز يعني الاجهزه، يعني ممكن اخلي برينتر واحده بس في المدرسه متشيره على كل ايه؟ على كل الاقسام، او متشيره على كل الهيئات اللي هي عايزه تطبع على البرينتر دي. تبعت الفاكس على الجهاز او على البرينتر المتوصل بالجهاز، بس شرط اكون انا مشيره البرينتر دي ومعرفاها على كل الاجهزه. تمام. طيب هنيجي بعد كده نتكلم عن الشيرنج فايل ان ويندوز وان ويندوز اوبريتنج سيستم. وبعد كده هنخلص من الويندوز هندخل على الفيدورا. تمام. يعني ازاي بشير فايلاتي على الويندوز؟ تعالوا نشوف الطريقة عملي على الجهاز عندي هنعملها ازاي. بفرض ان انا عاملة فولدر اسمه بوكس، ومثلا جوه كتب، وعايزة اشيره لايه؟ للعديد من الاشخاص، او لسبيشال ايه؟ بيبول. تعالوا نشوفوا كده مع بعض هنعملها ازاي. هنكريت اهو، احنا مثلا عندي الفولدر ده وليكن سكول سكرين. هعمل رايت كليك عليه، دي الستبس يا جماعه. وبعدين هدور على كلمه شير ويز، رايت كليك، وهدور على كلمه شير ويز. تمام. علشان اشير ال الشغل بتاعي. اوكي. هلاقي هنا كلمة ستارت. أنا معلش، أنا عشان عندي ويندوز 10 فمختلف شوية. المفروض إن أنا عندي في ويندوز 7 هتلاقوا الكلمة دي. تمام. زي ما شفناها عندنا في الكمبيوتر في المعمل. هنعمل رايت كليك على بوكس، وهنختار الأمر اللي هو اسمه شير ويز. وبعد كده الأرو الصغير ده هيطلع منه السب تايتل التانية دي، سب منيو سوري. وهتختاري آخر أمر زي ما متحدد قدامك بالأحمر كده، اللي هو اسمه إيه؟ specific people. تمام. اول ما اعمل الثري ستيبس دولت هيطلع مع بوكس بسهوله جدا زي ما وضح قدامك كده. هختار منه من الارو ده، هفتحه، اختار يا اما الشخص اللي انا عايزه اشير له، اللي متشارك معايا على الشبكه، او اختار everyone. فهنا هو اختار everyone كما هو موضح. تمام. وبعد كده بختار من البرميشن ليفل، هفتحه هلاقي فيه كلمتين. هل انا عايزه الفايل اللي انا هشيره ده يكون ريد ولا يكون خاص؟ يعني ايه يكون ريد ولا ريد ورايت؟ هو هتلاقي في بعض الاجهزه ريد وتحتيها كلمه ريد ورايت. ريد يعني للقراءه فقط، انا مديه او بيرميشن ليفل لايفري ون ان هم يقروا الفولدر المتشير لهم دوت. او ريد ورايت يعني يقدروا يعدلوا فيه. وبعد كده بعمل كليك على شير. ماشي. ده هيبقى بالاخص الشاشات اللي انا شرحتها دلوقتي، ده هيبقى سؤال عملي بالاخص، وفي ان شاء الله فيديو هينزل لكم بالمراجعه العملي قبل الامتحان. لكن كسؤال نظري بس ممكن تبقي عارفه الاوامر اللي احنا هنستخدمها، اللي هي رايت كليك على الفولدر بوكس، وبعدين نختار شير ويز، وبعدين نختار سبيسيفيك بيبل. اما بقيه الستبس تيجي عملي اكتر. طيب تعالوا نعرف مع بعض واتس نيم اوف يور كمبيوتر. طب ايه دخل ان انا اعرف اسم الكمبيوتر بدرس الشبكات؟ انا لما هعمل كل ابقى عارفه اسم كل جهاز، علشان هعرف بعد كده على بعضها لما اجي اعمل الشبكه. هقول لكم ازاي. تعالوا الاول نعرف اسم الكمبيوتر بتاعي.
طب نقرا الستبس من هنا، مفيش مشكله. اول ستبايه ان انا اعمل ايه، شو ذا كونتكست منيو. وهقول لك دلوقتي كونتكست منيو اللي هي مقصود بيها الشاشه الصغيره اللي بتطلع لما بعمل رايت كليك. يبقى كونتكست منيو اون ايه كمبيوتر ايه ايكون. تمام، كلنا طبعا عارفين ايه هو الكمبيوتر ايكون. وبعد كده هنختار امر بروبرتيز، وبعد كده هشوف بقى عند السكشن بتاع الكمبيوتر نيم، هشوف اسم الكمبيوتر بتاعي قدامها مكتوب ايه. طب يلا بينا نشوف الموضوع ده معانا مع بعض كده. انا عندي اهو دي الايكون بتاعه الماي كمبيوتر، كلنا عندنا ايكون كمبيوتر. خلاص، هعمل عليها رايت كليك زي ما موضح كده في الليسون بتاعنا. هختار امر اسمه ايه بروبرتيز، وبعد كده هيظهر معايا. انا طبعا هتختلف شويه عن المدرسه، بس حاجه بسيطه يعني. الكتاب هنزل تحت شويه كده عشان اعرف اسم الايه، اسم الكمبيوتر نيم بتاعي اهو. هو هنا ديفايس نيم، انا اسم الكمبيوتر بتاعي اللي قدامكم دوت. تمام. طيب تعالوا نرجع. هنا كان open، عملت رايت كليك، وبعد كده من context menu دي اخترت properties، وظهر كمبيوتر نيم الاسم اللي هو AWES. طبعا انا ممكن اسميه باسمي، ممكن اسميه 1، واسمي الجهاز اللي جنبي في اللاب 2 مثلا. لو عندي 15 جهاز او 20 جهاز كل واحد ياخد نمبر. يعني سمي الاجهزه بالطريقه اللي تعجبك، ان دي طريقه معرفه الايه النيم اوف ايه ماي كمبيوتر. تمام، يا ريت كلنا نجربها في اللاب بتاعنا في البيت او في الكمبيوتر بتاعنا زي ما عملنا مع بعض في المدرسه. طيب هنا بعد كده تعالوا نشوف ازاي نعمل اكسسنج لل الفولدرز اللي هو اللي على النتورك اللي انا شيرته. يعني انا شيرت دلوقتي فولدر وليكن اكزامز، او يكن البوك اللي احنا شيرناه مع بعض حالا، وعايزه اشوفه نزل فين. فالمفروض بفتح حاجه اسمها ايكون، بعمل دبل كليك على كمبيوتر ايكون. خلاص، اللي هو الايكون بتاعت النتورك اللي هي بتبقى بالشكل ده، بيبقى شكل كمبيوتر ووراها زي الكره الارضيه اللي هو العالم يعني. طب تعالوا نشوفوا كده فين الايكون عندي انا هنا. كمبيوتر نتورك ايكون. تمام، ممكن اطلعها من هنا. هي عموما بتبقى تحت النتورك ايكون. نتورك. انا عشان مش عامله شيرنج للاجهزه يعني، ما طبعا انا جهاز واحد. المهم انا مش عايز اضيع وقتكم. احنا هنعمل، احنا شفناها مع بعض في اللاب برضو، اللي هي الكمبيوتر ايكون. بتبقى ايكون عباره عن زي ماي كمبيوتر كده تحتها على طول، وبتبقى وراها الكره الارضيه. فبعمل عليها دبل كليك. اوريها لك بسرعه كده هنا. تمام، هي ظهرت معايا هنا يا بنات اهي. اهي نتورك، شايفينها؟ انا اطلعها لكم بره. تمام، اهي ظهرت معايا اهي. تمام، شايفينها؟ اوكي، اهي نتورك، عملت لها شورت كات بره. تمام، هعمل عليها دبل كليك، بس طبعا انا ما عنديش شبكه، فهتبقى فاضيه قدامي بالمنظر ده. فتعالوا نرجع نشرح من الكتاب افضل لنا. بس المهم ان انتوا عرفتوا شكلها. المفروض ان انا بضغط دبل كليك على الايكون دي اللي هي وراها الكره الارضيه، يظهر عندي الاجهزه اللي ايه بجهازي. طبعا انا جهازي ما عليهوش شبكه. طيب تعالوا نرجع تاني بقى نشوف الايكون هنا موجود ازاي من كتاب الوزاره بالمنظر ده. اوكي، فهنا مثلا اسم جهازي اللي هو WASPC اللي احنا عرفناه من فوق. تمام، ان اسم جهازي اللي انا شيرت منه البوك اهو. تمام، لما باجي افتح الايكون بتاعت النتورك هلاقيه. اوكي، هضغط عليها دبل كليك. لما اضغط على اسم الجهاز دبل كليك هشوف الفولدر اللي هو كنت مشيراه. تمام، زي ما هو بيقول لي كده باي دبل كليكنج على اسم الجهاز بتاعي. تمام، هعرف الفولدر اللي انا كنت مشيراه هيظهر معايا على طول بالشكل ده.
لو انا مشيره فولدر اسمه جافا، مشيره فولدر اسمه اكزامز، مشيره فولدر اسمه بوكس، هلاقي مثلا فولدر اسمه بوكس اهو الكلام هنا ومكتوب تحتيه شير، وهيبقى الفولدر جوه الجيت عليه دبل كليك اسمه فوق اهو من شبكات، وعليه العلامه الخضراء دي معناها ان هو فعلا تم الايه التشيير. ده كده كان طريقه الشيرنج على الويندوز. ماشي. هنيجي بعد كده الشيرنج فايل ان فيدورا اوبريتنج سيستم. يعني انا بافتراض ان انا عندي فيدورا، طبعا انا عفوا انا جهازي مش عليه فيدورا، انا عليه ويندوز فقط يعني. فبافتراض ان انا هشير من على فيدورا، خلاص ده اوبريتنج سيستم زي ما اخدنا في الدرس الثالث. عادي جدا. هعمل ايه؟ هلاقي هعمل كليك على اكتيفيتد اللي هي بصوا بيبقى فيه زي توب ريبون كده اهوت على فيدورا اوبننج سكرين، يعني في الشاشه الافتتاحيه بتاعه الفيدورا هلاقي زي بار فوق كده، خلاص، او ريبون شريط كده فوق خالص. تمام. هعمل كليك على امر اسمه اكتيفيتس. تمام. بعد ما اعمل اكتيفيتس عليه هيظهر لي هكتب كلمه شيرنج. ماشي. ستارت باي رايتنج ذا تيرم شيرنج. هكتب كلمه ايه؟ شيرنج في السيرش بوكس. تمام. سو شيرنج ايكون ابير، على طول هتلاقي الايكون دي ظهرت معايا. حلو كده. بعد كده هعمل كليكنج على الشيرنج اللي هي الايكون دي. تمام. وهيظهر معايا التالي. اول ما يظهر معايا الشاشه دي هقوم المفروض عامله كليك على مين؟ على بتبقى اوف في الاول، هقوم عامله كليك على اون. يبقى هنعمل ايه يا بنات؟ هنعمل ريسيت ذا شيرنج بutton on the top right of the window to on state. يعني مجرد ما اعمل كليك عليها هتتغير الاوف دي لاون. تمام. وكمان هعمل ريسيت لبيرسونال فايل شيرنج دي also to activate active state. اول ما اعمل عليها كليك برضو هي موجوده اوف، هعمل عليها كليك هوصل لحاله الايه الاكتيف ستيت. يبقى ما ننساش هنعمل عند الباتون ده اسمه كده الباتون بتاع الشيرنج، هنعمل عند الشيرنج باتون هنخليه في حالة الاون ايه ستيت. وبعد كده امام البيرسونال فايل شيرنج هنخليها في حالة الاكتف ستيت. في الحالة دي الشاشة هتتغير لكده اون واكتف. انا كده خلاص في وضع الاستعداد بتاعي ان انا اعمل ايه؟ شيرنج للفولدر بتاعي، للبابليك بتاعي، للايه للعامة. وكده انا اقدر اشير اي فايل او فولدر. تمام. طبعا ما ننساش واحنا بنذاكر المقارنة ما بين اللان والوان مهمة جدا. الكونسبتس الأساسية بتاعت الفايل شيرنج اللي هي عبارة عن البروسيس ديجيتال سبريد ديجيتال ستور انفورميشن. ما ننساش ان احنا all devices عن طريق النتورك اقدر ان انا اعمل لها شيرنج حتى لو كانت برينتر عادي جدا. all devices ممكن اشير كاميرا، اشير مايك، زي كده ما بتروحوا في مكان مثلا في زي كارفور مثلا بتلاقوا بتسمعوا موسيقى مثلا في كل مكان، هم كده مشيرين الايه السبيكرز على كل الايه على كل المحلات. برضو البرينتر ممكن اشيرها على كل المدرسة. الكاميرا ممكن الكاميرا تتشير على كل المدرسة، الكاميرا الرئيسية. الكاميرا الرئيسية ده هي يعني موجود منها بقى بالنتورك تقدر تشوف لي كل الايه الاقسام وكل الادوار في المدرسه. يبقى بطريقه الشيرنج فايل اقدر مش بس شيرنج داتا او فايل، اقدر كمان اعمل شيرنج للديفايسز او السيتس. كل الاسئله اللي قدامنا هنا هتلاقوها يا حبايبي معاكم في البوكلت محلوله وخلصناها مع بعض. اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط عليكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.